الشجرة الطيبة التي غرسها الإمام الشهيد حسن البنا منذ عام 1928 من الميلاد، ورواها بدمه هو والشهداء من قبله ومن بعده، تعمقت جذورها وامتدت فروعها، واستعصت على أعداء الله أن يقتلعوها رغم محاولاتهم الشرسة المتتالية. الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. في البدء أنا اسمي فرج إبراهيم النجار من ميت خاقان، ومن مواليد إبريل 23. فرج النجار هو فرج إبراهيم الشحات النجار، ولد في 5 من رمضان من عام 1341 من الهجرة، الموافق 22 من أبريل لعام 1923 من الميلاد، في قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، في بيت عرف بالصمود ومواجهة الطغيان. فكان والده الحاج إبراهيم النجار يدير ورشة نجارة خاصة به، وتزوج بالسيدة شفيقة نوير أحمد الجمل، والتي وصفها الأستاذ النجار بقوله: كنت أقف أمام هذه المرأة وهي تقدم نصائحها وكأنني أقف أمام أحد القادة الحكماء، وأسمع لها وأحترمها وأصدقها ولا أناقشها. وكانت مجموعة من النصائح الحركية تطرى وراء بعضها في صورة حكم وتجارب، وكم كانت رائعة تلك التجارب من امرأة لأحد أبنائها وهي تودعه. كان رب الأسرة وشريكته حريصين على أن يطبعا أولادهما على الأخلاق الإسلامية والمحافظة على الصلاة، فأحضر لهم الشيخ عبد الحميد غنيم ليحفظهم القرآن الكريم والشعر الإسلامي القديم. وكانت الأم أشد حرصا على تربية أبنائها تربية إسلامية، فكانت تدفع بهم إلى المشايخ. الحاج فرج النجار عرف الإخوان وعمره 16 عام، وعندما كان عمره 17 عاما أنشأ شعبة للإخوان في بلدته. كانت بدايات فرج النجار في معرفة دعوة الإسلام عن طريق الطرق الصوفية، غير أنه لم يتحملها لما تحويه من خزعبلات، فقد التحق بالطريقة الشاذلية ثم جماعة الرفاعية، وحدثت مفارقات مضحكة كثيرة انتهت بأن يتركهم أيضا. وفي يوم من الأيام كان يلعب مع بعض الشباب القرى، فأتى إليه شخص مقيم في مصر من بلده يعرفه، واسمه عبد الرزاق العربي، وقال له: نحن نريدك أن تنضم لطريقتنا. فرد عليه: أي طريقة؟ أنا مللت من الطرق. وكان هذا الأخ يمسك في يده مجلة تبرز منها ورقة، فأخذها منه فرج النجار وأخذ يقرأها، فتأثر بشدة من الكلام المكتوب فيها، وكان بها: ادعوا إلينا الدنيا فقد أبرمنا أمرا، وأجمع علينا الناس فسنتلو عليهم من لدن ذكرا، سنطب المريض بدوائنا، وننفخ في الجبان من روحنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، الله غايتنا والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. يقول الحاج فرج: فأثر في هذا الكلام بشدة، وسألته: ما اسم هذا الشيخ الذي تريد مني الانضمام إليه؟ فقال لي: حسن البنا. تعرف فرج النجار على الإخوان بعد أن التقى بالإمام الشهيد حسن البنا في عام 1939 من الميلاد، وكان عنده 16 عاما. وكان الحاج فرج وقتها قد أنهى المرحلة الابتدائية والتحق بالثانوية، ولكن ظروف الأسرة المادية اضطرته لتركها.
بدأ فرج النجار ينشر دعوة الإخوان في القرية، واجتهد في ذلك، فكون شعبة للإخوان في ميت خاقان، ودعا إليها الأستاذ حسن البنا في عام 1940 من الميلاد. ولما بعد ذلك دخل النظام الخاص، قام بواجبه مباشرة وقاتل الإنجليز، ثم ساهم في حماية هذه الدعوة بصمته الطويل وكلامه القليل. دخل الحزب الشيوعي في الغربية، وكان سببا في نجاة الأستاذ البنا من أحد المؤامرات التي كانت لقتل الإمام الشهيد. سافر فرج النجار للعمل في مدرسة حراء في الإسماعيلية، وهناك حدثت حادثة للأستاذ يوسف طلعت مع بعض الصعايدة، وتدخل فرج النجار فأعجب به يوسف طلعت وضمه للنظام الخاص، وأمر بأن يكون هذا النظام في الدلتا، وبالفعل قام بما طلب منه على خير وجه في عام 1941 من الميلاد، بأن كون النظام الخاص في محافظة القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، والذي أصبح مسؤولا عنه فيما بعد. قام فرج النجار ببعض العمليات الفدائية في المنوفية ضد الجيش الإنجليزي في مدرسة الصنايع بشبين، وبعد انسحاب الجيش إلى جبل باغوث بكويسنا قام بتفجير مبنى الحراسة الذي يبنونه، مما دفعهم لمغادرة المنوفية. انتسب الحاج فرج النجار بتكليف من النظام الخاص إلى الحزب الشيوعي في الغربية، وترقى فيه إلى أن أصبح الرجل الثاني سكرتير الحزب الشيوعي بالغربية على مستوى وجه بحري، وساهم بدور فعال في إفشال محاولة اغتيال الإمام البنا التي حاول أن ينفذها الحزب بتوجيه من الاتحاد السوفيتي. وليس ذلك فحسب، بل أصبح حارسا خاصا للإمام البنا في بعض الأوقات، وكان قائما على عملية تهريب الإمام البنا إلى عزبة الشيخ عبد الله النبراوي بعد أن حلت الجماعة في 28 من ديسمبر من عام 1948 من الميلاد، إلا أن الشيخ النبراوي اعتقل، وبعدها اغتيل الإمام البنا في 12 من فبراير من عام 1949 من الميلاد. ثم جاءت محنة الإخوان، توالت المحن على الإخوان، وكان اعتقل مع من اعتقل في سنة 54، ثم في الاعتقال الأول، ثم خرج من المعتقل ليتمم المسيرة. كان حريصا على أن يمضي إلى طريق الشهادة، فأصر على أن يتمم العمل حتى بعد ما اعتقل الإخوان، فاختفى من 54 حتى 75، طول فترة سجن الإخوان. حفر قبره بنفسه حتى لا يكشف من آواه. بلغ به المرض إلى أنه يعني أيقن بأن الموت قادم، وهو لا يستطيع أن يخرج ولا أن يعالج نفسه، فحفر قبره بنفسه، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يمد في حياته. كان بيت فرج النجار صورة من صور التعرض للإيذاء المستمر،
فقد كان يخفي بعض القنابل عند أخته في عام 1947 من الميلاد، وعندما جاءت الشرطة للقبض عليه عثرت على القنابل عند أخته فقبضت عليها مكانه. اعتقل فرج النجار في يناير من عام 1954 وسجن بالسجن الحربي ثم سجن العامرية، وخرج في مارس من عام 1954 وظل يترقب الأحداث محاولا معاونة إخوانه، إلا أن المستجدات على الساحة وصدام الإخوان بقادة الثورة عجل بدخول الإخوان طور المحنة الشديدة بعد حادثة المنشية في 26 من أكتوبر من عام 1954 ميلادية. بعدها صدر قرار له بالهروب وعدم تسليم نفسه بسبب كثرة المعلومات التي معه، وكان هذا الهروب سببا في إحجام عبد الناصر عن نزول المنوفية إلا قليلا وبحذر شديد. هروب من الطغيان. يقول فرج النجار في ذلك: الهروب كان بأمر من الإخوان، فقد أمروني بذلك خوفا من القبض علي، ومن ثم أقوم بالاعتراف على جميع إخوان النظام الخاص في المحافظات التي كنت مسؤولا عنها، فقبض على بعضهم وتعرضوا للتعذيب أو للقتل. كانت قصة هروبه آية من الآيات التي تدل على كرم الله نحو عبده، حيث مر أكثر من مرة أمام البوليس ولم يستطيعوا معرفته، بل إن اسمه أصبح مصدر رعب لكل من يعمل في الشرطة، حتى أنهم اعتبروه أحد الأشباح التي تظهر وتختفي دون الإمساك بها. وظل الحال كذلك من أكتوبر من عام 1954 حتى يوليو من عام 1975. بعد وفاة عبد الناصر وتعيين السادات أصدر قرارا بالعفو الشامل عن كل الإخوان المحاكمين أمام محكمة الثورة ما عدا فرج النجار، فقرر الاستمرار في الهروب، وظل الحال كذلك لمدة 2.5 في عهد السادات. ظل فرج النجار مختبئا لمدة تقرب من الربع قرن، لم يستطع البوليس ولا المخابرات ولا كافة الأجهزة الأمنية أن تقبض عليه، مما مثل أسطورة أمام عجز الدولة بأنظمتها الأمنية. وظل كذلك حتى عفى عنه السادات في يوليو من عام 1975 من الميلاد ليعود للحياة الطبيعية، حيث تزوج ورزقه الله ب5 من الأبناء والبنات. بعد خروجه عمل على إعادة هيكلة المحافظة ومعاونة إخوانه في ذلك حتى استقر الوضع للإخوان في المنوفية. وجاء عام 2000 ليكون عاما حاسما في حياة أهل المنوفية خاصة ومصر عامة، حينما بدأت مراسم انتخابات مجلس الشعب عام 2000، وفوجئ النظام والناس جميعا بأن فرج النجار مرشح على قائمة الإخوان رغم هذا العمر الكبير، حتى فزعت الأجهزة الأمنية، وقال أحد اللواءات: أما زال هذا الرجل على قيد الحياة؟ لقد ظننا أنه مات منذ زمن. وجاءت الأوامر العليا بأن هذا الرجل لا بد ألا ينجح، وحالت الأجهزة الأمنية دون نجاحه. التقيت بالحج فرج في اليمن، كان أثره على المصريين الذين كانوا في ذلك الوقت. كان هذا الكلام بعد 81 مباشرة، عندما اعتقل السادات قيادات الإخوان، بل قيادات العمل السياسي والعمل الاجتماعي في كل مصر. وعمل مخيم في اليمن، كان شعاره في هذا المخيم: كأنك شهيد في أجازة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك فسحة من العمر، فعليك أن تعد العدة لذلك اليوم الذي تلقى فيه ربك تبارك وتعالى.
لم يكن أثره في إخواننا المصريين فقط، بل كان له أثر عظيم على العمل في اليمن. وفاته: توفي الحاج فرج النجار يوم الأربعاء الموافق 19 من رمضان من عام 1430 من الهجرة، الموافق 9 من سبتمبر من عام 2009 من الميلاد، حيث شيعه الآلاف من محبيه وإخوانه.